أهلا وسهلا بيكم في قناة حدوتة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة، وعام سعيد عليكم يا رب. النهاردة هنعمل فكرة حلوة قوي لزينة رأس السنة، وممكن نستخدمها كوحدات لمفرش، تبقى حلوة قوي. نشبك الوحدات دي في بعضها هتدينا مفرش جميل، ممكن بلون واحد وممكن بألوان مختلفة. هنعمل شكلين، وياريت ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. يلا بينا نبدأ، بسم الله. الشكل الأولاني هستخدم له إبرة ستانلس رقم 1.5 عشان سنها رفيع بيدخل في الغرز بسهولة، وهستخدم إبرة للتنظيف، وهستخدم مقص. هاخد الجزء البلاستيك ده بتاع ازازة المية اهي، بشيله. الجزء ده اللي هشتغل بيه الشكل الأولاني، وهنشتغل الشكل بأي خيط عندك، أي بواقي خيوط. خلاص شلت الحلقة ديت اهي، دي اللي هشتغل عليها الشكل. هبدأ بعقدة البداية بعد كده بجيب الحلقة اهي، وبعدين اقفل بالغرزة دي، وبعد كده او سلسلة يعني. بعد كده بدخل في الجزء اللي بوريه لكم بالإبرة ده، بدخل فيه اهو. يبقى كده اسحب الخيط، يبقى كده حلقتين على الإبرة، وبعدين ادخل في الحلقة اسحب الخيط، يبقوا 3 حلقات. بعد كده اطلع من اول حلقتين، اسحب الخيط واطلع من اول حلقتين، وبعدين ارجع تاني اسحب الخيط واطلع من الحلقتين التانيين. بعد كده هدخل في الجزء اللي ورا الغرزة على طول، اللي بوريه لكم بالإبرة اهو، وفي الجزء في الغرزة دي، وكمان في الحلقة. يعني المرة دي الأولانية كانت 3 حلقات على الإبرة، دلوقتي أدا أول حلقة وادخل واسحب الخيط، وبعدين في الغرزة التانية اهي، الفتحة التانية ادخل واسحب الخيط، يبقوا كده 3 حلقات، وادخل من الحلقة نفسها الكبيرة يبقوا 4 حلقات، واسحب الخيط يبقوا 4 حلقات على الإبرة. بعد كده بسحب الخيط من 2 تمام، اسحب الخيط واطلع من حلقتين، وارجع تاني اسحب الخيط واطلع من حلقتين، كده يبقى كده بالشكل ده تمام. المرة دي هيبقى فيه 5 حلقات على الإبرة. ازاي؟ هدخل في الفراغات او اهو الفتحات اهي، شوفوا دي ودي ودي، ادي 3، وبعدين الحلقة البلاستيك غير الحلقة اللي موجودة اصلا على الإبرة. يبقى اسحب الخيط من اول حلقة، ادي كده يبقى حلقتين على الإبرة، وبعدين من التانية، وبعدين التالتة، بكده 4 حلقات على الإبرة، وبعدين من الحلقة البلاستيك يبقوا 5 كده تمام. اطلع من حلقتين واسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي بعديهم، واسحب الخيط من الحلقتين اللي بعديهم، وبعدين الاخرين. وبعدين هلف الشغل وادخل في اول فتحة، اسحب الخيط، هيبقوا حلقتين على الإبرة في الفتحة اللي بعديها اهي. شايفين بدخل فين اهو، ادي الحلقة التالتة، وادخل في الفتحة اللي بعد كده واسحب الخيط، يبقى 4 حلقات، وبعدين ادخل في الفتحة الرابعة يبقوا 5 حلقات، وبعدين من الحلقة البلاستيك اسحب الخيط يبقوا 6 حلقات. اسحب الخيط من 2، وبعدين 2، وبعدين 2، وبعدين 2، وبعدين اخر 2 تمام. ارجع تاني الف الشغل اهو بالإبرة، هي دي اللي هدخل فيها اسحب اول حلقة يبقوا كده 2 في الفتحة، اسحب يبقى كده 3 حلقات. اسحب في الفتحة اللي بعديها ادخل واسحب الخيط، يبقى كده
4 حلقات، وبعدين ال5، وبعدين رقم 6، وبعدين رقم 7 اللي هتبقى في الحلقة البلاستيك. وبعدين اسحب الخيط من 2 وبعدين 2 وبعدين 2 لغاية ما اخلص الحلقات كلها. تمام كده. بعد كده هبدأ في السطر اللي بعديها واسحب الخيط، ودي تبقى تاني حلقة. التالتة هدخل في الفراغات، الفيديو موضح بدخل فين. تمام. كده 7 حلقات، ودي رقم 8، واطلع من حلقتين حلقتين. وهلف الشغل وادخل في نفس الفتحات اللي اتعودنا عليها كل مرة. اشتغل، ادي اول فتحة، يبقوا حلقتين، ادخل واسحب الحلقة التالتة، وادخل واسحب الحلقة الرابعة. تمام، لغاية ما اخلص الدور. كده بقوا 8 حلقات على الابرة. ادخل في الحلقة البلاستيك واسحب الخيط، يبقوا كده 10 حلقات، واطلع من 2 2 زي ما انتوا شايفين كده. وهلف الشغل واشتغل بنفس الشكل، بس هتبقى فيه زيادة فتحة. تمام، يعني الحلقات اللي على الإبرة هتزيد واحدة، كل مرة بتزيد الحلقات واحدة. يعني كانت 6 7 8 9، طبعا من الأول لغاية ما اوصل لأما يكون الحلقات اللي على الإبرة 10 حلقات. تمام، هبقى بالشكل ده لغاية ما يوصلوا ل10 حلقات على الإبرة. كده تمام، خلصنا ال10 حلقات. بعد كده بشتغل سلسلة. تمام، وبعدين بعمل ايه؟ ما بدخلش في الفتحة اللي بعد السلسلة على طول، لا بدخل في اللي بعديها. تمام، اسيب فتحة وادخل في اللي بعديها، هيبقى بالشكل ده. واشتغل منزلقة، وادخل في الفتحة رقم 3، اسحب الخيط واشتغل منزلقة. تمام كده، هشتغل منزلقة في الفتحة اللي بعديها على طول. كل فتحة بدخل فيها واشتغل منزلقة بالشكل ده. كده تمام، وادخل في الحلقة البلاستيك وبرضو بشتغل منزلقة اهي. وبعد كده بسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده، وابدأ واحدة جديدة اهي 2، وبعدين الحلقة اللي من الحلقة البلاستيك، واطلع من 2 وبعدين 2، وبعدين ارجع تاني اكرر في الفتحات. اول فتحة، تاني فتحة، والتالتة بتبقى الحلقة البلاستيك. يبقى كده في 4 حلقات على الإبرة، هيبقى 4 5 6 7 8 9 10 لغاية ما اخلص الوحدة كلها بالشكل ده. وابدأ في وحدة تانية، هشتغل بالشكل ده 5 وحدات، 5 وحدات بنفس الشكل اللي اشتغلته في الأولانية. هخلصها وبعدين ارجع لكم. كده خلصت
السطر اللي فيه 10 حلقات، وبعدين بشتغل سلسلة وادخل في الفتحة التانية، مش بدخل في الفتحة الاولانية، واشتغل منزلقة، والفتحة التالتة ادخل فيها واسحب الخيط واشتغل منزلقة، الفتحة الرابعة ادخل اسحب الخيط واشتغل منزلقة لغاية ما اخلص السطر كله. حبيت اوريكم الجزء ده تاني عشان ما يتوهش عنكم، وهكمل بقية الوحدات وبعدين ارجع لكم. كده عملت كل الوحدات، هبدأ اقفلها اهو. بدخل في الحلقة البلاستيك واشتغل المنزلقة اللي عملناها قبل كده، وبعدين سلسلة واسحب الخيط واسيب جزء كده، وبعدين اربطه في الجزء اللي انا سبته في البداية، بجزء الخيط اللي انا سبته في البداية. تمام كده. وبعدين ادخل في الجزء الخلفي بالابرة بالشكل ده عشان اثبت الشغل واداري اطراف الخيط. كده خلصت النموذج، عملت منه لونين. ممكن لو عملتوه مفرش تعملوه سادة كل الوردات لون واحد، وممكن تعملوها ألوان مختلفة زي ما تحبوا. مش هتاخد منكم وقت خالص، والخيط زي ما قلت لكم هيبقى قليل جدا، بياخد كمية قليلة جدا من الخيط. هنعملها زي ما قلت لكم من بواقي الخيط. يلا بينا نبدأ الشكل التاني. هنستخدم في الشغل إبرة رقم 3 لأنه مش محتاجين الإبرة الرفيعة، هندخل في الغرز بسهولة جدا. هنعمل الحلقة السحرية بالشكل ده، وبعدين هنرتفع بسلسلة، وبعدين 2، يعني 3 سلاسل هنعتبرهم عمود. بعد كده هلف لفة على الإبرة وادخل في الحلقة، أسحب الخيط واشتغل عمود بلفة. تمام. بعد كده هشتغل كمان عمود بلفة، يبقى كده تعتبر 3 أعمدة. بعد كده هشتغل 4 سلاسل، وبعدين اشتغل كمان أول عمود بلفة، هشتغل كمان 3 عمود بلفة، 2 التالت. تمام. بعد كده هشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 4 سلسلة، 3 4، وبعدين هشتغل 3 عمود بلفة. هشتغل 6 مجموعات، وكل مجموعة 3 عمود بلفة. تمام. هخلص ال6 وبعدين ارجع لكم. بين كل 3 أعمدة والثلاث أعمدة اللي جنبهم 4 سلسلة، هخلصهم وارجع لكم. كده تمام، خلصت ال6. ده 1 2 3 4 5 6. اشتغل بعد ال3 أعمدة الأخيرين دول، هشتغل بعدهم 4 سلسلة، واشد الخيط كويس عشان اقفل الدايرة. تمام، اللي في الأساس. وبعد كده بدخل في السلسلة رقم 3 من الارتفاع، يعني أنا ارتفعت 3 سلاسل، أدخل في السلسلة الثالثة واشتغل غرزة منزلقة. تمام. وبعد كده هشتغل منزلقة في العمود الثاني، ومنزلقة في الفراغ اللي بعد كده اهو، واشتغل منزلقة برضو. بعد كده برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبلف لفة على الإبرة وبشتغل عمود بلفة،
وكمان عمود بلفة، يبقى كده يعتبروا 3 عمود بلفة بالارتفاع اللي احنا ارتفعناه. بعد كده هشتغل ادي 1 2 3 4 5 6، هشتغل 6 سلسلة، وبعدين برجع اشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3، وبعد كده ادخل في الفراغ اللي بعديه اشتغل عمود بلفة. تمام، الف لفة تاني واسحب الخيط واسحبه من حلقتين وبعدين حلقتين، اللي هو ده العمود بلفة. بعد كده بشتغل 6 سلسلة، وبعدين بشتغل 3 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ. تمام، هخلص اللفة كلها اهو، هدخل في الفراغ اللي بعديها واشتغل 3 عمود بلفة، بعدين 6 سلسلة وكمان 3 عمود بلفة، اخلص الراوند كله وارجع لكم. تمام، خلصت كده. هدخل في السلسلة رقم 3 من الارتفاع، اللي هي 1 2 3 اللي هو الارتفاع، وادخل في التالتة اشتغل منزلقة. تمام، وهشتغل منزلق غرز منزلقة لغاية ما اوصل للفراغ. ده 1 2 منزلقة، وبعدين بدخل في الفراغ بشتغل منزلقة واشتغل 3 سلسلة، ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. وبعد كده بشتغل ادي اول عمود اللي هو بعد الارتفاع، يعني يعتبر التاني رقم 3 4 5 6. تمام، اشتغلت 6 عمود بلفة منهم الارتفاع. تمام، بعد كده بشتغل ادي السلسلة 2 3 4. تمام، وبعدين بشتغل 6 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي اول عمود، التاني 3 4 5 6. تمام، بعد كده في الفرق بين المجموعتين اللي هما التلاتة والتلاتة دول، هشتغل ما بينهم غرزة حشو. تمام، اهي غرزة حشو، وبعد كده بدخل على طول في الفراغ بشتغل 6 عمود بلفة. وبعدين بكمل الراوند كله، بكمل بنفس الشكل لغاية ما اوصل للاخر زي ما انتم شايفين، واشتغل غرزة حشو في الفرق ما بين اخر مجموعتين قدامي اللي هم دول. وبعدين بدخل في السلسلة التالتة من الارتفاع، هشتغل برضو غرزة حشو، وهشتغل فوق كل عمود غرزة حشو. ده 1 2 3 4، والخمسة اللي أخدتها في الارتفاع. بعد كده بشتغل 3 غرزة حشو في الفراغ، ادي أول واحدة، وبعدين تاني غرزة حشو، وبعدين التالتة، وبعدين أشتغل 3 سلسلة، وبعدين بشتغل 3 غرزة حشو تاني في نفس الفراغ. 1 2 3، وبعدين بكمل غرز حشو فوق الأعمدة
فوق غرزة الحشو اللي هي اخدتها ما بين المجموعتين اللي تحت دول اللي هما 3 و3 هشتغل منزلقة. وبعدين ببدأ اشتغل تاني غرز حشو فوق كل عمود غرزة حشو، وبعدين 3 غرزة حشو في الفراغ، وبعدين 3 سلسلة، وبعدين 3 غرزة حشو في نفس الفراغ لغاية ما اكمل الشكل كله. كده وصلت للآخر اهو. اشتغلت الغرزة المنزلقة ما بين المجموعتين اللي هما 3 و3، وبعدين اشتغل سلسلة واشد الخيط واجمد عليه كويس زي ما انتوا شايفين، وبعدين الطرف ده هدخله في ظهر الشغل بإبرة عادية خالص اهو. هدخل في الغرز ورا الشغل بالشكل ده كده بسهولة جدا هنخلصها، وبعدين بقص الأطراف الباقية، وكده نبقى خلصنا تنفيذ الشكل. يا رب يعجبكم وتقدروا تنفذوه بسهولة، ونتقابل في فيديو جاي إن شاء الله.